مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار نوافيكم بها من الفضائية الإريترية، والبدء بأهم العناوين. مسؤول خدمات المواصلات البرية يدعو للتقييد بقوانين ولوائح النقل البري. مباحثات لتقوية العملية التعليمية في مديرية الدخلاء. دورة تأهيلية حول الوقاية من الملاريا في فورو. روسيا ستزود سوريا بنظام إس-300 الصاروخي. إيران وقوى عالمية تتفق على مواصلة العمل للحفاظ على الاتفاق النووي، والتوقيع على اتفاقيات جديدة للتجارة الحرة بين أمريكا وكوريا الجنوبية. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. دعا مسؤول خدمات المواصلات البرية السيد بينة تسفى مريم قادة وأصحاب المركبات إلى التقييد بقوانين ولوائح فرع النقل البري. وفي التوضيح الذي أدلى به السيد بينة لوكالة الأنباء، شدد بأن تمنح الخدمات التي تقدمها المركبات في المدن والأرياف تمنح الأولوية لسلامة الشعب، وكذلك منح اهتمام أكبر لفحص السيارات المنتظم سنويا. وأشار السيد بينة إلى إجراء فحص للسيارات خلال ال9 سنوات الماضية ل30,000 مركبة كبيرة وصغيرة، فيما تم تغريم أكثر من 600 مركبة لمخالفتها قوانين ولوائح فرع النقل البري، حيث بلغت الغرامة 2.6 مليون نقفة. وذكر السيد بينة بأن جمعية سيارات الأجرة في الإقليم الأوسط تمتلك 900 سيارة للأجرة، منوها الشعب إلى لعب دور محوري لإبراز قادة وأصحاب سيارات الأجرة، في حين فرضوا تعرفة زيادة لكونها تعتبر مخالفة قانونية. وأشار السيد بينة فيما يتعلق بمدارس تعليم قيادة السيارات إلى وجود 76 مدرسة في الإقليم الأوسط، 75% من تلك المدارس تمتلك سيارات حديثة وعصرية، والمدارس المتبقية تمتلك سيارات قديمة، موضحا عن تقليص التأخيرات وفرض مبالغ مالية ضخمة على الطلاب بفضل مراقبة ومتابعة فرع النقل البري. وذكر مدرسو قيادة السيارات من جانبهم بأنهم يسعون جاهدين لتدريب طلاب أكفاء حسب استطاعتهم، وعلى الطلاب أن يطالبوا بحقوقهم في حال فرضت عليهم تعرفة زيادة أو إطالة الوقت لأسباب غير مقنعة. نظم في 20 من سبتمبر الجاري في قاعة عد بقيع بمدينة الدخلاء لقاء لبحث تعزيز نتائج الطلاب والمهام التي يجب تطبيقها في النظام التعليمي في مديرية الدخلاء. وفي اللقاء الذي شارك فيه مدراء المدارس والمشرفين التربويين والمعلمين ومدراء الضواحي والجهات المعنية، أوضح مسؤول التعليم في المديرية سيد تسفاي سبهاتو بدء عملية التسجيل وتوزيع المستلزمات الدراسية في أوانها، مشيرا إلى بذل مزيد من المساعي للتعرف على القصور والنواقص لجوانب الطلاب السلبية من أجل تحقيق نتائج جيدة وعالية. من جانبه ذكر المدير التنفيذي لمديرية الدخلاء سيد تسفاي أبرهة الشعب للاستفادة الجيدة من المؤسسات التعليمية المشيدة من أجله، وأن يلعب الآباء دورهم المناط لتشجيع أبنائهم من أجل الذهاب إلى مائدة التعليم، مؤكدا جاهزية إدارته للقيام بما يطلب منها من أجل إنجاز المهام. كما أكد المشاركون بدورهم لإكمال كل ما يطلب منهم لتعزيز الكفاءة التعليمية وخاصة مساهمة الإناث في التعليم. هذا وتوجد في مديرية الدخلاء من رياض الأطفال وحتى الثانوية 36 مدرسة. نظمت دورة تأهيلية في مديرية فورو لممثلي صحة القرى تركزت حول الوقاية من الملاريا قبل دخول موسم الخريف البحري. واشتمل السيمينار الذي استمر ل3 أيام على أعراض الملاريا وأضراره والاستفادة الجيدة للناموسيات وأهميتها، إضافة إلى الأسباب والعلاج لمرض الملاريا. وأوضحت مسؤولة الصحة الشعبية في عيادة فورو الشابة راهيل كيروس بأن الهدف من الدورة هو اكتساب ممثلي الصحة الريفية في المديرية من أجل المساهمة بفعالية للوقاية ودرء ظاهرة الملاريا. وذكرت الشابة راهيل الشعب لدفن البرك وأماكن توالد البعوض والمستنقعات، إضافة إلى الحفاظ للنظافة الذاتية والبيئية والاستفادة الجيدة من الناموسيات، وفي حال ظهرت أعراض المرض على الشخص أخذه مباشرة إلى العيادة. هذا ويوجد في مديرية فورو 15 إدارات ضواحي وأكثر من 40 من ممثلي الصحة الريفية.
أعلن بأن مدرسة وارساي كالو بسوا تعمل لإدخال نشاط منهجي إضافي لتعزيز كفاءة الطلاب الأكاديمية وتنشئة قدراتهم الداخلية. وأوضح مسؤول الشؤون الطلابية في المدرسة الأستاذ تشوم محاري بأن المنهج الأكاديمي الإضافي يعمل به منذ 10 سنوات ابتداء من الدفعة 23 كجزء من الأنشطة السنوية للمدرسة، مشيرا إلى أن التعليم الإضافي المقدم في سكن الطلاب ظل يلعب دورا كبيرا في تعزيز معارف الطلاب. وذكر الأستاذ تشومي بأن مثل هذه السبل تلعب دورا محوريا على مساعدة الطلاب وتساعدهم لتنقيب وتطوير قدراتهم واكتساب معارف إضافية، إضافة إلى أسلوب التدريس المرتكز على الطلاب، مما يؤدي ذلك إلى تحقيق نتائج جيدة في امتحان الشهادة الثانوية الوطنية. من جهته قال الأستاذ مهدر تكي منسق المنهج الإضافي لأنشطة مدرسة وارساي كالو إن الطلاب ينظمون برامج تنافسية في 15 مجالا تعليميا كالمناظرة والخطابة والمعلومات العامة بسبل تعليمية وبمساهمة في كل مجمع سكني للطلاب. أنجز في ضاحية درت في مديرية القردات بإقليم شمال البحر الأحمر أنشطة فعالة تمثلت في الإصحاح البيئي لضمان صحة السكان. وأوضح في التقييم الذي جرى في 22 من سبتمبر الجاري بأن الإصحاح البيئي الذي بدأ في أبريل الماضي لعام 2018 بمشاركة 5 قرى في ضاحية درت حقق الهدف المنشود. وقال مسؤول الإصحاح البيئي في الإقليم السيد عبد يعقوب إن أنشطة الإصحاح البيئية الجارية في مديرية القردات حققت نتائج عالية وأحدثت تغييرا نوعيا، موضحا بأن اتخاذ خطوات مماثلة في مناطق أخرى تؤدي إلى ضمان مجتمع صحي. من جانبه قال مسؤول مكتب وزارة الصحة في الإقليم الدكتور حيلون كيداني إن النظافة دليل المجتمع المتحضر، وذكر المدراء منح الأولوية لأنشطة النظافة الجارية بوعي وتأطير للشعب لكونها تعزز الخدمات الصحية المقدمة وتساعد الجهود الجارية للسيطرة على الأمراض المعدية. هذا وتقع ضاحية درت على بعد 27 كيلومترا من جهة الشمال من مدينة القردات. من الأنباء المحلية إلى الأنباء العالمية مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل. على الصعيد العالمي أعلنت روسيا أنها ستزود سوريا بنظام S-300 الصاروخي خلال أسبوعين رغم الاعتراضات القوية من إسرائيل بعد أسبوع من تحميل موسكو إسرائيل مسؤولية التسبب بشكل غير مباشر في إسقاط طائرة حربية روسية في سوريا. وقال وزير الدفاع الروسي سيرجيو شويجو إن موسكو تفضلت على إسرائيل في الماضي بالامتناع عن تزويد سوريا بالنظام الصاروخي، لكن الحادث الذي وقع في الأسبوع الماضي وأودى بحياة 15 فردا من القوات الروسية أجبر روسيا على اتخاذ إجراءات ملائمة للرد من أجل الحفاظ على أمن قواتها. وأشار الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش القرار عبر الهاتف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال البيت الأبيض إنه يأمل أن تعيد روسيا النظر في الخطوة التي وصفها مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون بأنها تصعيد خطير للحرب المستمرة منذ 7 سنوات. اتفقت الأطراف المتبقية في اتفاق إيران النووي على مواصلة العمل للحفاظ على التجارة مع طهران رغم الشك في إمكانية ذلك، إذ أنه من المقرر أن تستأنف العقوبات الأمريكية التي تكبل مبيعات النفط الإيرانية في نوفمبر. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قرر في مايو الانسحاب من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، ومنها عقوبات تسعى لإجبار كبار مشتري النفط على الامتناع عن شراء الخام الإيراني. وفي بيان بعد اجتماع شاركت فيه بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وإيران، قالت المجموعة إنها عقدت العزم على وضع آليات سداد تتيح مواصلة التجار مع إيران رغم شكوك كثير من الدبلوماسيين بشأن إمكانية ذلك. وقال عدة دبلوماسيين أوروبيين إن فكرة الآلية محددة الغرض تهدف لإنشاء نظام مقايضة يشبه الذي استخدمه الاتحاد السوفيتي أثناء الحرب الباردة لمقايضة سلع أوروبية بالنفط الإيراني دون استخدام نقود. والفكرة هنا هي تفادي العقوبات الأمريكية المقرر إعادة فرضها في نوفمبر، والتي يمكن بموجبها لواشنطن استبعاد أي بنك يسهل معاملات النفط مع إيران من النظام المالي الأمريكي.
وقعت الولايات المتحدة على اتفاقية جديدة للتجارة الحرة مع كوريا الجنوبية. وذكر شبكة إخبارية أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الكوري الجنوبي مون جاي إن وقعا على هذه الاتفاقية خلال اجتماعهما في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وصرح ترامب بأن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يتعاونان بشكل جيد للغاية فيما يتعلق بكوريا الشمالية، وسوف يناقشان مدى التقدم الذي تحقق بهذا الصدد خلال اليومين القادمين. من جانبه قال مون إن هناك تقدما على طريق نزع الأسلحة النووية في كوريا الشمالية، وإن زعيمها كيم يونغ أون لديه رسالة لترامب مفادها أنه ملتزم بنزع السلاح النووي. على صعيد متصل، أعلن ترامب أن إدارته سوف تعلن خلال وقت قريب عن لقاء ثاني يجمعه بالزعيم الكوري الشمالي، على أن يحددان في وقت لاحق مكان هذا اللقاء. في النبأ الأخير، أبدت الصين استياءها وقالت إنها قدمت احتجاجا قويا اللهجة للولايات المتحدة بعد أن أعلنت الموافقة على بيع تايوان قطع غيار لطائرات عسكرية تصل قيمتها إلى 330 مليون دولار. وجاءت التصريحات على لسان المتحدث باسم الخارجية الصينية كينغ جوانغ خلال إفادة صحفية يومية في بكين. والمبيعات العسكرية الأمريكية لتايوان التي تقول الصين إنها جزء من أراضيها من العناصر الشائكة في العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم. ولا يزال يتعين أن تتفق تايوان على تفاصيل البيع الأخيرة مع الشركات الأمريكية. وكانت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون قد أقرت صفقة مبيعات محتملة لتايوان تشمل قطع غيار لطائرات من طراز F-16 وغيرها من المعدات العسكرية بقيمة 330 مليون دولار. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.